شباب، أنا حبيت أعمل سلسلة فيديوهات بشكل آه، بحكي فيها بعض الذكريات اللي الواحد مر بيها. وأرجو إن حضراتكم لو في عندكم ما يشابهها أو تابع ليها، فحضراتكم يا ريت تشاركونا وتعرفونا، بحيث ال الناس تعرف إيه اللي كان بيحصل واللي بيحصل دلوقتي والفروقات اللي موجودة. أنا حبيت أبتدي أول حاجة ب يوم الرؤية، رؤية شهر رمضان. كان زمان وأنا صغير كان بيحصل إن الرؤية دي كان بتيجي في التلفزيون، وبرضه هنتكلم عن قصة التلفزيون دي، ده حكاية. المهم يجي ويحصل جلسة ليها، أو بيجي الأوقاف ويقعدوا يقروا قرآن، ونقعد مستنيين كلنا مترقبين، يا رب بكرة رمضان ولا مش بكرة رمضان، وقاعدين مستنيين الموضوع. وطبعا فاتحين الراديو قبليها وعمالين ندور في المحطات ونبص ونعرف الدولة دي الرؤية ظهرت فيها ولا لسه، واحنا لسه ولا لأ. وبعد الاحتفالات يقعد يقول خطبة طويلة لوزير الأوقاف ويعذبنا، وفي الآخر يقول لنا هل بكرة رمضان ولا لأ. وكانت بتبقى ليها فرحة كبيرة إن إحنا هنصوم وهيحصل السحور النهاردة بالليل ولا مش هيحصل ولا بكرة. فده اللي بنقعد نجهزه، وبحيث كمان يحصل عملية التهاني اللي موجودة بيننا وبين جيراننا للموضوع. وطبعا كان لما تكون الرؤية مثلا رمضان أو حتى مش رمضان، كان بيبقى فيه تجهيزات. وهنتكلم عن التجهيزات اللي هي قبل رمضان دي. كان في الشارع بقى تلاقي الزحمة بقت فظيعة لما يكون رمضان بكرة، عشان كله بيجهز للسحور. و آه، بتلاقي في حركة تمت، وفي فرح وسعادة وحاجة. جو كان بيبقى في كده بركة غريبة وجميلة جدا موجودة عندنا. دي كانت الرؤية. وبعدين بعديها بفترة كده الواحد لما ابتدى يكبر شوية دخل بقى آه، آه، مواضيع تانية سياسية ودينية وناس كده تفكيرها غريب دخل في القصة، إن إحنا لازم نتبع الدولة دي ولا ما نتبعهاش، والدولة دي تبعنا ولا مش تبعنا. وكان دخل فيها السياسة. وكان في دولة معينة كان رئيسها يعني كانت ليبيا، ورئيسها القذافي كان يحب يخالف في الدنيا خالص على مزاجه، ماشي على مزاجه خالص. وساعات كان بيطلع صح وساعات لا. وكانوا يقعدوا يقولوا بتاع ليبيا قذافي. كانت جدتي الله يرحمها كانت تقعد تقول تخيلوا ليبيا كانت صح، لا ليبيا ما كانتش صح. بص، وكانت جدتي تيجي تقعد ونشوف، وبعد رمضان نستشرق ظهور القمر ونعرف القمر ظهر بعد قد ايه. تقول لك لا ده بتاع يومين، ده بتاع ثلاثة، الرؤية كانت سليمة، الرؤية مش سليمة. وكان في بعض ال ال الطوائف والجماعات عندنا هنا كانت ظاهرة، وكانت تقعد تقول لك روح اتبع السعودية و آه، ولا ما نتبعش العلماء بتوع السعودية. وكان في جدال، والحكومة ومش الحكومة. حصل مشاكل كتيرة شوهت ال- ال- اللحظة بتاعت الرؤية. ما بقتش بالشكل الجميل والفرح ليها. لدرجة إن فيهم مرة من المرات أنا أفتكر إن كان في رمضان حصل إن قالوا إن بكرة مش رمضان، يعني بكرة المتمم لشعبان. فالناس خلاص عرفت إن بكرة فطار، وتاني اليوم اللي بعديه هيبقى رمضان والسحور يعني إن شاء الله. فجأة الساعة 1 بالليل كان هيجان في الشارع وناس عمالة تصرخ،
وناس عاملين يخبطوا على البيبان للجيران لبعض: اصحوا يا جماعة، التلفزيون والإذاعة قرروا، قالوا لأ ده في خطأ في الرؤية وبكرة رمضان. طبعا في ناس عرفت وفي ناس ما عرفتش، وكانت في بلبلة يومي في السنة ديت جامدة جدا. اللي حصل، في ناس فطرت وفي ناس ما فطرتش، وفي طبعا لو ناس بقى ايه اخرتها حجة كده وفطرت وقالت لك انا ما كنتش اعرف. كانت لخبطة رهيبة جدا، واحنا كنا مستغربين ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيحصل، وقمنا ما ايه ده وبلبلة كانت جامدة جدا في السنة دي بطريقة رهيبة. وبعدين ظهر بقى قصة فلكي ولا مش فلكي، لا ده رؤية، ودخلنا وحكومة مش ماشية مع الشرع، ودخلنا في أفلام رهيبة جدا لعملية الرؤية، وحكم شوهت اليوم دوت، وبقتش الناس تنتظره بشكل كبير. فالروح بتاعت البداية بتاعت الرؤية بتاعت رمضان ما بقتش موجودة. فأنا بفتكر الأيام الأولى خالص مع الرؤية، ومع إن الواحد كان بيحس أول ما بيقول بكرة رمضان بريحة الجو بتتغير، والشكل بتتغير، والناس بتتغير بشكل كبير. دلوقتي الموضوع ده مش محسوس بشكل كبير. يعني ده التطور بتاع الرؤية اللي أنا شفته في حياتي. أنا مش عارف حضراتكم شفتوه إزاي، ولو كده حضراتكم يا ريت لو عندكم حكاية أو عندكم رواية أو حاجة ت- ت- تتشابه معاها، فيا ريت حضراتكم تشاركونا فيها. ويا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشيروه، أكون شاكر لحضراتكم جدا، شكرا جزيلا. ونلتقي في ذكريات وحكايات أخرى إن شاء الله.